ورجعنا لكم في الجزء الثاني من قصة سفاح تجمع الخامس، واللي بدات القضية ديالو تكبر بطريقة ما كان حتى شي واحد متوقعها. في الجزء الأول هضرنا على كريم وجزء من حياته، وهضرنا على الجرائم بثلاثة اللي دار، وخليناها في البنت رحمة اللي صفى عليها ورماها في طريق المحور 30 يونيو، والبوليس كيحقق في الجريمة، وأمها اللي مصيغة أخبار وتتقلب عليها. وفي الوقت اللي أم رحمة كتقلب على بنتها، البوليس كانوا تيقلبوا في الشنطة اللي تلقات فيها البنت، ولقاو التليفون ديالها نساه كريم ما خداهش. خداو التليفون ديال رحمة المختبر، ولقاو بزاف ديال لي زابيل بينها وبين كريم. دابا ولا هو المشتبه فيه الاول، وفاش زادوا البوليس قلبوا لقاو حوايج كريم اللي كان لاح، وشافوا في الكاميرات ديال المراقبه طوموبيلتو ديزا من نفس الشارع فين لقاو البنت. مشاو لدارو وشدوه وخداو التليفونات، وكان عنده اكثر من تليفون، وخداو البيسي. وفاش قلبوا الدار لقاو عنده مخدرات وتليفونات اخرين ماشي ديالو. بداو للنيابه وقلبوا التليفون، ولقاو عنده فيديوهات ديال البنات قبل ومن بعد ما ارتكب فيهم الجرائم، ولقاو عنده اكثر من 80 فيديو فيهم مقاطع ديالو تيتكرفس على البنات. وفاش وراوه التصاور ديال الرحمه اعترف باللي هو اللي قتلها، وخرج تقرير ديال الطب الشرعي، ولقاو ان تقرير جثه الرحمه مطابق مع الجثه اللي لقاو الشهر اللي فات. ولاو حققوا معاه وقال لهم الجثه اللي لقيتو الشهر اللي فات انا اللي قتلتها، وحتى ديال العام اللي فات انا اللي قتلتها. يعني الاخ كريم قتل 3 ديال البنات. وفعلا فاش رجعت النيابه للتقارير وسجلات الجرائم بثلاثه لقاوهم متطابقين، واعترف انه هو اللي قاتل، ويمكن يكونوا عنده ضحايا اخرين وما عقلش عليهم. داوه باش يدير اعاده تمثيل الجرائم في دارو، وهو كيمثل هرب، وشدوه من مورا 4 ديال السوايع في مدينه عين الشمس ناعس في الشجرده. بقى محبوس طول مده التحقيق، وسولو وكيل النيابه كيفاش قديتي تجيب هاد البنات لدارك؟ قال ليه كنت كنستدرجهم عن طريق التيك توك. وفاش سولو علاش ارتكبتي هاد الجرائم قال ليهم كنت باغي ننتقم من كاع العيالات بسبب داكشي اللي دارت لي طليقتي. وسولو تاني وكيل النيابه قال له كيفاش قدرتي تكرفسي على دوك البنات وهما ميتين، وكيفاش عطاتك خاطرك؟ قال ليهم انا كنت نتفرج في الافلام اللي على بالكم، وكنت تنبغي نشوف الافلام اللي فيهم الساديه، وكنت كنستمتع وانا كنتفرج فيهم، وبغيت نطبق هذا الشيء على البنات، وكنت كنبغي نسمعهم كيغوتوا ونشوفهم كيتألموا وكيتعذبوا. زادوا قلبوا تليفونه اكثر والبيسي، ولقاو انه كان تيشر داكشي في الديب ويب. وفي التحقيق قال لهم باللي انا عندي شركه، وهاد الشركه هي اللي كتجيب لي البنات وجابت لي حتى بنتها، وهذه سميتها حنان، وبلي الضحيه الاخيره رحمه كانت على طريق حنان. مشاو جابوها البوليس، واعترفت انها في البدايه جابت له بنتها شهد وحملات منه وطيحت البيبي، وجابت له بنات اخرين، ولكن ما كانتش عارفه انهم تيقتلهم. وفاش غبرات رحمه وسولاتو قال لها ما عاقلش. كريم كان طول فتره التحقيق تيقول لهم باللي طليقته هي السبب، وهي اللي خلاتو يولي سفاح، وهو كان تيدير هكاك للبنات باش ينتقم منها، وبسببها ولا مريض نفسي. كريم بان انه عنده اضطراب جنسي وبسيكوبات، قالوا غالبا او احتمال كبير انها كاينه ضحيه اخرى ولا شي بنت مقتوله وما قالهاش ليهم. ولكن وصلوا لوحده سميتها هايدي اعتبروها كضحيه ناجيه. هاد هايدي جلست معاه 8 ديال السوايع ومشات بحالها، وطلب منها انها تجي لعنده مره اخرى، ولكن من ظهرها ما رجعاتش. ومن بعد ما انتشرت الاخبار عليه وكلشي ولا كيهضر عليه وسماوه سفاح تجمع الخامس، قالت ليها واحد صاحبتها راهم شدوا واحد خينا سفاح كيقتل البنات وراتها تصويرته. قالت ليها حتى انا راه مشيت لعنده كون رجعت لعنده مره اخرى وراني مقتوله دابا. قريت في بعض الصحف المصريه ان المحاميين ديالو بسبعه عقدوا جلسه مغلقه هما والقاضي والمستشارين باش يشوفوا الفيديوهات، وتصدموا من داكشي اللي شافوا وتخلاو عليه وانسحبوا من الدفاع. وكلاتهم محاميين وحدين اخرين وحتى هما فاش شافوا الفيديو انسحبوا. وقريت في مقال اخر لجريده مصريه رسميه ان في الجلسات ديال المحكمه طلبوا المحاميين ديالو باش يديروا له اشعه مقطعيه على المخ باش يعرفوا واش السيد بعقله ولا لا، ويعرفوا واش في الوقت اللي كان تيرتكب فيهم الجرائم كان عارف راسو اش كيدير ولا لا. وقالوا انه عنده اضطراب نفسي خطير وانفصام في الشخصيه، وطعنوا في الحكم ديال الاعدام. ولكن القاضي قال بلي كريم كان واعي بداكشي اللي كان تيدير وما مريض ما والو. صراحه ما عرفتش شكون اللي صحيح فيهم، واش طرافوا عليه ولا لا، لان المعلومات بجوج قريتهم من صحف مصريه رسميه. بالنسبه لي انا صعيب باش تدافع على وحش بحال هذا،
وكنظن كون كنت محاميه ما ندافعش عليه ولو باموال الدنيا. شوفوا، باش نكون معكم صريحه، كاينين بزاف ديال التفاصيل وبزاف ديال الحاجات اللي دارهم كريم للبنات ودارهم الوقت اللي كان تيرتكب بدوك الجرائم، ولكن حشمت نعاودهم لكم وعيت نقلب كيفاش نقولهم بشي طريقه مؤدبه وما يجيش داكشي معيق ولا شي حاجه، وتنكتب ونعاود ونسجل ونعاود. في الاخر مسحت وحشمت من الناس اللي كيسمعوا لي، وحشمت بزاف من ماما وبابا لانهم تاهما تيتصنتوا لي. فاش بغى القاضي ينطق الحكم قال: لن نجد سبيلا للرحمه او الرأفه. تحكم كريم بالاعدام وحنان ب10 ديال السنوات بتهمه الاتجار في البشر. هذا كان هو الملف ديال اليوم. الا بقى عندكم الغموض بحالي ما تنساوش تشتركوا وتكتبوا لي رايكم. نتلاقاو في ملف جديد من ارشيف الجريمه.